اهلا بيكم في ريدكاست. النهارده هنتكلم عن كتاب خطير جدا. كتاب بيقول لك ان كل حاجه بتشوفها ممكن تكون كذبه ومش حقيقه. كل فيديو، كل تسجيل، كل صوره ممكن تكون مصنوعه بالكامل. حتى الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده طبعا زي ما انت شايف اللي شفته ده ممكن ما يكونش حقيقي، واللي انت شفته ده اسمه ديب فيك، يعني مزيف بالكامل. ولو السياق مختلف ممكن ما تحسش بيه، ومحدش ممكن كان يحس بيه. وده بالظبط المشكله اللي الكتاب بتاع النهارده بيتكلم عنها وبيحذرك منها. مرحبا بك في عصر الانفوكاليبس، العصر اللي فيه عينيك بتكدبك وودانك ممكن ما تنفعكش. الكتاب اللي معانا النهارده اسمه ديب فيك ذا كامينج انفوكليبس للصحفيه والمستشاره السياسيه نينا تشيك. وبالمناسبه نينا مش اي حد، نينا دي اللي نصحت جو بايدن والامين العام لحلف الناتو شخصيا عن خطوره الديب فيك. بتتكلم 7 لغات، خريجه كامبريدج، بتظهر على CNN وبلومبرج والبي بي سي. الكتاب صدر سنه 2020، بس اللي موجود في الكتاب ده من اخطر الحاجات اللي ممكن تشوفها في حياتك. كتاب فيه 3 افكار مهمه جدا او محوريه، تعال اكلمك عنها. ايه هو الانفوكليبس اللي انت عايش جواه دلوقتي؟ ازاي الديب فيك بتتصنع وبتتسلح؟ ايه اللي المفروض تعمله قبل فوات الاوان؟ قبل ما نتكلم على الديب فيك نفسها خلينا نفهم البيئه اللي خلتها ممكنه. نينا بتقول اننا بنعيش في حاجه اسمها الانفوكليبس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني نهايه العالم المعلوماتيه، بيئه معلومات مسمومه مليانه اخبار كدابه، بروباجندا وتضليل منظم على نطاق ما حصلش في تاريخ البشريه قبل كده. بس خد بالك من فرق مهم، في حاجه اسمها الميس انفورميشن وحاجه اسمها الديس انفورميشن. تعال اوضح لك. الميس انفورميشن دي معلومات غلط بتنتشر من غير ما حد يقصد، زي مثلا ان حد شير خبر وهو فاكر ان هو صح. اما الديس انفورميشن فدي معلومات بتنتشر عن عمد وبتخطيط علشان تضلل الناس. الانترنت بقى والسوشيال ميديا خلوا الديس انفورميشن ارخص واسرع واوسع انتشارا من اي وقت تاني في التاريخ. خلينا اديك مثال حقيقي. روسيا عندها حاجه دلوقتي اسمها الترول فورمز او مصانع الترولز، ودي فيها مئات الموظفين شغالين 24 ساعه في اليوم. وظيفتهم الوحيده ان هم ينشروا اخبار مزيفه بتستهدف الانتخابات الامريكيه على سبيل المثال، الاحداث الاوروبيه، من اول البوستات الساذجه اللي بتحصل والميمز اللي بتحصل على الفيسبوك والميمز بتاعه اكس او تويتر اللي بتتريق على المواقف السياسيه والقرارات نفسها. وده بالمناسبه تضليل ممنهج بميزانيات حكوميه واهداف استراتيجيه. المخيف بقى ان الموضوع شغال وبينجح فعلا. وده ليه؟ عشان مثلا لما انت تكون كاره حد فاي كلام وحش عنه بتصدقه على طول، مش محتاج دليل، مش محتاج مصدر، كفايه انك عايز تصدق. وده بالظبط التربه اللي الديب فيك بيزدهر فيها. طيب تعالى دلوقتي ندخل في الجزء اللي هيخليك تحس انك عايش في فيلم رعب حرفيا. فاكر اول 30 ثانيه من الفيديو ده كان ديب فيك، او حاولت اعمله بالديب فيك. طب ازاي اتعمل؟ الديب فيك هو اي محتوى مرئي او صوتي او فيديو، صوره، تسجيل صوت، متصنع بالكامل بالذكاء الاصطناعي. التكنولوجيا النهارده بتستخدم حاجه اسمها جانز جنريتيف ادفرساريال نتوركس. خليني اوضح لك. تخيل معايا عندك 2 ذكاء اصطناعي بيتنافسوا مع بعض. الاول شغلته انه يعمل فيديو مزيف او فيك، والتاني شغلته علشان يكشف الفيديو المزيف ده. وكل ما واحد فيهم بيتحسن التاني برضه بيتحسن اكتر وراه، والنتيجه هنا فيديوهات مزيفه مستحيل تفرقها عن الحقيقه. بس نينا بتقول ان القصه دي بدات في ابشع مكان ممكن، وهو المواقع الإباحية. واكتشفت ان في ناس على منتديات زي ريدت بدأوا يركبوا وشوش مشاهير ومذيعات مشهورة على أجساد ممثلات من المواقع الإباحية. ده طبعا من غير إذنهم أو من غير علم الناس دي، ومن غير أي رادع بالمناسبة. ده بقى سلاح ابتزاز وإسكات ضد ستات وصحفيات وناشطات في العالم كله. وكمان الموضوع ما وقفش عند الأفراد بالمناسبة، الحكومات نفسها بدأت تستخدم الديب فيك كسلاح سياسي. تخيل فيديو لرئيس دولة بيعلن الحرب، طبعا الفيديو مش حقيقي، بس تخيل مثلا تسجيل صوتي لمسؤول بيعترف بجريمه فساد والتسجيل ملوش اي اصل. وده مش تخيل، ده فعلا حصل. ونينا في الكتاب بتقول ان روسيا مش لوحدها في الموضوع ده في دول زي ايران والصين ودول تانية دخلوا في اللعبه. كل واحد عنده اجنده، وكلهم اكتشفوا ان التضليل الرقمي ارخص واسهل من اي سلاح تاني. والاخطر من كل ده حاجه نينا سميتها باللايرز ديفندد. يعني ايه؟ اي حد اصلا بيتصور وهو بيعمل حاجه غلط فعلا دلوقتي بكل بساطه هيقدر يقول ان ده فيك. حتى الحقيقه نفسها بقت ممكن تتنكر. زمان كان الفيديو ممكن يكون دليل ادانه، دلوقتي الفيديو ممكن نفسه يكون كذبه او الحقيقه نفسها تتسمى كذبه. ودي الكارثه الحقيقيه. مش بس ان الكذب بقى سهل، لا، ان الحقيقه نفسها فقدت قيمتها. نينا كمان بتقول ان لا الحكومات ولا شركات التكنولوجيا نفسها ولا انت نفسك جاهزين للي جاي. ميتا واكس ويوتيوب كلهم بيحاولوا يكتشفوا الديب فيك علشان يشيلوها من المنصات بتاعتهم. بس المشكله زي ما قلت لك ان التكنولوجيا دي بتتصنع اسرع بمراحل من التكنولوجيا اللي بتكتشف الديب فيك نفسه، زي ما وضحت لك في المثال بتاع الاي اي. خطير بقى في الموضوع ده ان التكنولوجيا دي بقت متاحه لاي حد واي حد. زمان كنت محتاج استوديو هوليودي عشان تعمل
فيديو او تزيف فيديو بتزييفات بسيطه. دلوقتي بقى لو معاك لابتوب تطبيق مجاني من الاي اي، شويه صبر تقدر تعمل اللي انت عايزه. نينا بتقول اننا قدام واحده من اكبر الازمات في تاريخ الاعلام والمعلومات كلها، وللاسف مفيش حد بياخدها بجديه كافيه. نينا كمان في الكتاب بتحط اطار عملي للحمايه من الموضوع ده، وهي انك تتعلم تشك صح قبل ما تشارك اي فيديو او اي خبر. لازم تتاكد من المصدر بتاعه، وهل هو منشور من جهه موثوقه ولا مجهول. ثانيا تعرف العلامات اللي ممكن تظهر على فيديو مزيف: حركه عين غريبه، اضاءه مش طبيعيه على الوش، اطراف الشعر نفسها مش متناسقه، ودي ممكن تكون علامات الديب فيك الحاليه، بس خد بالك انها بتتحسن كل يوم. والحاجه الثالثه انك تنوع المصادر بتاعتك، يعني بدل ما تاخد الخبر من مصدر واحد وتصدقه، قارن بين 3 أو 4 مصادر قبل ما تكون رايك. وخليني احكي لك قصه حقيقيه. القصه دي حصلت في مارس سنه 2019 ونشرتها الول ستريت جورنال، وتعتبر اول حاله موثقه لاستخدام ديب فيك صوتي في عمليه نصب بالحجم ده في شركه طاقه بريطانيه. المدير التنفيذي او السي او بتاعها جات له مكالمه تليفونيه، الصوت على التليفون كان صوت مديره بالظبط، اللي هو المدير التنفيذي او السي او للشركه الام في المانيا. طلب منه يحول 243 الف دولار لحساب مورد بشكل سريع او عاجل. الصوت كان مطابق لصوت المدير ده، حتى اللكنه كانت مظبوطه وطريقه الكلام وحتى النفس اللي بين الجمل كان هو. المدير حول الفلوس علشان ده كان قرار مديره وهو مسؤول عنه، وما كانش ينفع ياخر التحويل ده. الفلوس اتحولت لحساب في المجر، وبعدين اتنقلت للمكسيك، وبعد كده راحت لاماكن تانية علشان ما حدش يعرف يجيبها. وطبعا مش عايز اقول لك ان اللي كان بيتكلم ما كانش رئيسه، كان ديب فيك مصنوع بالذكاء الاصطناعي. $250,000 راحوا في مكالمه واحده، ودي مش قصه من خيال علمي، دي حصلت فعلا. وطبعا اسماء الشركات ما اتكشفتش لغايه دلوقتي عشان القضيه لسه مفتوحه. بالمناسبه الكتاب ده مش راي شخصي، ده مبني على ابحاث ومقابلات مع خبراء امن وحالات حقيقيه موثقه للموضوع ده. بس خليني اكون صريح معاك، الكتاب فعلا كويس، هو قصير ومركز ومليان امثله حقيقيه مرعبه الحقيقه، وبيشرح التكنولوجيا المعقده دي بطريقه تخلي اي حد يفهمها. بس برضه خلينا نكون منصفين، الحلول اللي بيقدمها الكتاب ده مش بنفس قوه تحليله للمشكله نفسها، وبعض اجزاء من الكتاب تحس انها مكرره شويه. الكتاب ده ليك لو انت مهتم بالتكنولوجيا وتاثيرها على المجتمع، او لو انت شغال في الاعلام او السياسه او التسويق الرقمي. والكتاب ده طبعا مش ليك لو بتدور على كتاب تقني عملي عن الذكاء الاصطناعي نفسه، او لو انت عايز حلول عمليه مفصله، لان الكتاب ده اقوى في التشخيص اكتر من العلاج. لو الكتاب ده عجبك، الكتب دي كمان هتفيدك. This is not propaganda لبيتر بوميرانتسيف عن حروب المعلومات الحديثه والكلام ده، وذا ايدج اوف سيرفيلينس كابيتاليزم لشوشانا زوبوف عن ازاي المعلومات بتاعتك بتتسرق، وعندك ويبونز اوف ماث ديستراكشن لكاثي اونر عن الخوارزميات اللي بتدمر حياه الناس، وعندك الكتاب الاخير فيك، وده لنينا تشيك برضه يعتبر الكتاب التاني. لو الفيديو ده فتح عينيك على حاجه ما كنتش واخد بالك منها، اعمل لايك ومتنساش سبسكرايب وتشترك في القناه. ولو عايز تشوف ملخصات كتب تانية ممكن تكتب لي في الكومنتات، وسيب لي في الكومنتات ايه اكتر فيديو شفته وشكيت انه ممكن يكون ديب فيك. سلام.